وصفة النهاردة هنعمل كبسة الفراخ. هنعملها سوا بطريقة سهلة جدا، مش هتاخد اي وقت مننا وكلها في حلة واحدة. اول حاجة هنبدأ في حلة على النار. انا عملتها في حلة الضغط، بس ممكن تعملوها في حلة عادية عادي خالص. انا علشان انجز في الوقت بس هنزل بقى ب3 معالق كبار زيت زيتون، ودي بصلة كبيرة مفرومة. واول ما البصل يدبل هنزل بحوالي 3 فصوص من الثوم المفروم. هحمر البصل والثوم شوية كده، بعدين هنزل عليه بعود قرفة وورق لورا وحوالي 5 فصوص حبهان ولومي. هشوحهم كده مع البصل والثوم. بعد كده هنزل عليهم بطماطمية كبيرة او 2 متقطعة قطع صغيرة، هقلبهم. بعدين هضيف عليهم حوالي 2 معلقة كبار من الصلصة، وبعدين هضيف فلفل اخضر مقطعه مكعبات كبيرة كده. ممكن تضيفوا فلفل حراق حسب الرغبة طبعا. هقلب كله كويس. بعد كده هنزل بالتوابل: ملح وفلفل اسود وكركم وكاري وبهارات مشكلة ومكعب مرقة حسب الرغبة. هقلب كله مع بعضه. بعد كده هنزل بالفراخ مغسولة كويس ومقطعاها على 8 كده. هسيبها شوية على النار وهقلبها على كل جنب. بعد كده هنزل بمية مغلية لحد نص الحلة بس، وهقفل عليها الحلة وهسيبها حوالي 15 دقيقة على النار. هنا بعد ما فتحت عليها كانت استوت حلوة قوي. هخرج بقى الفراخ على صينية فرن وهدخلها تحت الشواية لحد ما تتحمر. مكان الفراخ بقى هنزل بنص كيلو رز بسمتي مغسول. هقلب وهغطي عليه وهسيبه حوالي 10 دقايق برضو على نار هادية. وهنا بعد الرز ما استوى والفراخ برضو كمان اتحمرت، هقدمهم بقى مع مكسرات، وبتتقدم جنبها برضو سلطة الدقوس. هرش شوية خضرة كده من على الوش. طعمها خطير وطريقتها سهلة، جربوها هتعجبكم قوي بالطريقة دي وبألف هنا.